الثاني الثالث. بدأناها مع بعض المغربي واحده واحده، عجب الشباب وعجب المشايخ، كان الموضوع زي الفل معانا. اشتغل معاك يا باسم؟ اشتغل يا برنس. زي الفل. خش. ده بقى هتقول لي ستايل مغربي ومستنيين اقول لك انه مستورد وبفلوس كتير ومش وي. الستايل المغربي اللي بيتباع ب 2000 و3000 في مصر عشان هو مستورد ده مصري، فباسعار مصري مش معدي ال 800 ولا ال 900 ولا الكلام ده. والخامات 800 جنيه. الخامات المستورده اللي بيستخدموها المغاربه بالظبط. هم عندهم تاتش بسيط لذيذ محترم، بنحاول ان احنا نوصل له، لان هم داخلين في 40 50 سنه شغالين في الحاجات دي، احنا ما كملناش 3 سنين. فدول 3 الوان. تعالى بقى اوريك العبايه عامله ازاي. هات لي منتج مصري في انضف براند في مصر يسلمك حاجه بالباكج اللي عامله ثوب العربي ده، حاجه محترمه زي ما انت شايف كده، حاجه تليق بالعبايه نفسها. شوف بقى العبايه نفسها عامله ازاي. طولنا يا باسم صح؟ عادي. بص بقى العبايه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. ده مصري يا جماعه مش مغربي. والله لو مغربي هقول ان هو مستورد، مش هخاف ولا دي حاجه تشرفنا عادي. ده مصري علشان نقول كده ليه؟ عشان تعرف ان هو بسعر مصري، لان المستورد بيبقى غالي. تيجي عند الشيخ شعبان حاره اليهود سبع قاعات المسك، تاخد العبايه دي بخامات مستورده، تقفيل مصري، باكجنج مصري، كل حاجه مصري الحمد لله، بستايلات مغربي، بكميات زي ما انت عايز، بدايه من 100 قطعه، 1000 2000 3 اللي انت عايزه، استيراد تصدير، كل اللي انت موجود عايزه ان شاء الله موجود، وتمشي وانت مبسوط ومرضي. وده علم. 3